سلا اللي حصل في مارب أمس موقف مشرف ومفرح ومحزن بنفس الوقت. المحزن إن في طفل من إب قتل أحد من أبناء مارب من آل مراد من جماعتي، فقدموا أبناء إب ومشايخ إب وصلوا إلين مارب، فعفت عنهم قبيلة مراد والنعم بأهل مارب كلهم وآل مراد خاصة، ولا يهونوا بقية القبائل، وبيض الله وجيه القابل والمستقبل. والله يكتب لكم عتق رقبة، لأن عتق الرقبة من أحب الأعمال إلى الله. وأتمنى وأطلبكم طلب من القبائل والمشايخ اللي جت من إب ومن قبائل مراد الذي حضروا في هذا الموقف، إنكم توقفوا معانا ونخرج السجين محمد طاهر سموم نفس قضية ولدكم بالضبط. قتل وعمره 13 سنة والحين صار له 26 سنة داخل السجن. فأتمنى من كل القبائل هذه الذي حضرت والذي عانوهم من القبائل انهم يتدخلوا في الموضوع ويشوفوا حل بأقرب وقت. الرجال يموت داخل السجن 1000 موتة، ابوه امه بحالة يرثى لها، اقسم بالله العظيم لو تسمعوا صوت امه ما تنامون الليل. وهذا جاهي عندكم انكم توقفوا معنا في عتق رقبة هذا الرجال، لانه صراحة خلاص الرجال طول 26 سنة عمر الرجال. آخر شيء شوفوا الصورة هذه، الرجال الذي محتضن الولد، طبعا هذا الولد الذي قتل ابن الرجال هذا. شوفوا الرحمة، شوفوا الإنسانية، ونعم برجال مارب ونشهد 7 أنعام.